الموزع هو الوسيط ما بين الشركه ديال التوزيع اللي هي شركه كبيره، هما اللي ملي كتجي كتحسبهم هنا في المغرب كاينين 8 ولا كاينين شي 5 هما اللي خدامين مزيان والاخرين شويه. هذا الموزع هو اللي يعني صله الوصل ما بين هذوك الشركات ومراكز التعبئه والدكاكين، يعني مول الحانوت اللي من مول الحانوت هو منها كتوصل للمواطن. في المغرب الا جيتي تحسبهم في حدود 650 حتى 700 موزع، ولكن هما راه هذا كيدير واحد الدور مهم في الاقتصاد ديال المغرب، حيث ان الغاز تيوصل للمواطن، تيوصل للمقهى، تيوصل للسبيطار، تيوصل للحداد، تيوصل للشفناج، تيوصل لاي واحد اللي كيخدم الغاز كنعطيو عليه. الماده ديال الغاز اللي كاينه الان كاينه بوطه ديال 12 كيلو، هي فيها 24 يعني بالحديد والغاز، وكاينه بوطه ديال 6 كيلو اللي فيها 6 كيلو ديال الحديد و6 كيلو ديال الغاز، وكاينه 3 كيلو الصغيره. هذيك 3 كيلو الصغيره لان دائما كنا هي كتخلع لان ما عندهاش روبيني، عندها غير كلابي وكانت كدير المشاكل. ولكن الان يعني مع القضيه ديال الالكتريفيكاسيون اللي دخلات والمستوى ديال العيش ديال المغاربه بدا كيطلع، وهذا المبيعات ديالها يمكن نقصوا بواحد 50 60%. كنا كنتسناو بان غادي يغيروا لنا الهامش ديال الربح ديالنا، للاسف ما داروش. لان علاش؟ كتعرف بان الى يومنا هذا الغاز باقي مدعم. قبل ما تزاد البوطه في 2024 كانت عندنا واحد 18% بروت، خصنا نحيدوا من المصاريف اللي تزادت، عاد عندنا 13%. ملي كتجي 13% بحيث كانت بقات دائما 5 دراهم و20 اور تاكس في البوطه ديال 12 كيلو، وكتمشي تقريبا البوطه ديال 6 كيلو فيها شي 2 دراهم و50، 2 دراهم و55. بالنسبه للبوطه ديال 3 كيلو فيها شي درهم وشي حاجه، ولكن هذا الشيء كله ما بقاش كيكفي المصاريف، لان هذا بروت خصك تحيد منه الخدام، تحيد المازوت، تحيد التامين، تحيد الضرائب، تحيد الاصلاح، تحيد العجلات، تحيد الزيوت، تحيد الكرا ديال المحال، يعني الواجب ديال لا سي ان اس اس. الان الانسان خدام يمكن فابور. القانون ديال الماليه ديال 2023 كان جا قال بان غادي يكون 2024 تكون 10 دراهم، 2025 تكون 10 دراهم، 2026 غتكون 10 دراهم. كانوا قالوا بان غتوصل 70 درهم، ومن بعد داكشي تقدر تدخل التحرير. حنا كنتمناو على الاقل الا كان غادي يمشي التحرير يكون تسقيف، لان الا ما كانش التسقيف ومشى وقع حتى الامور القضيه اللي كيف وقع في المازوت، راه غادي يكون داكشي خطير على المستهلك. وهذا الشيء راه كيضر يعني كيضر بالمواطن، لان في الوقت الحالي التضخم، هذا الغلاء وهذا وداك الشيء نقصوا المبيعات عندنا، والناس عادوا كيحسبوا البوطه، حيث ذاك الانسان اللي كانت كدير ليه البوطه في دارو واحد يمكن 15 يوم 14 يوم 16 يوم، اليوم راه كدي 20 و 21 يوم. علاش؟ لانك عاد كيقتصد فيها بزاف، تيخوها ما امكن، وحتى القدره الشرائيه باش يجيب ما يطيب نقصات شويه. الغاز الشر لا بد منه، الانسان باش ما كان غادي يشريه. انا المشكل اللي تيخلعني بزاف، وهذا ولولا ان يعني ماشي الحكومه غلطه، الحكومه عارفه شي حوايج، عارفه كيقول لك على المربين ديال الدجاج، وتيهضروا على الفلاحه والسقي. الفلاحه والسقي ملي كيتزاد عليهم البوطه، وفعلا حنا هادشي عشناه معاهم، راه الكلفه ديالهم كتطلع في اي حاجه، لا في الخضره ولا في الدجاج، وكيتزاد. شكون دائما اللي تيخلص المواطن في الاخر. على دابا ناخذوا حنا على سبيل المثال غير هذوك اللي دايرين دابا ديك الحرشه والمسمان والشفنج، وهذا راه الحاجه اللي كانت كتسوى 10 ريال كتباع ب 14 ريال ب 16 ريال. علاش؟ تزاد الغاز، تزاد في الامور الاخرى.
احنا دائما في حوار مع الناس المسؤولين. الوزاره الوصيه اللي هي وزاره الطاقه والمعادن، وكاين وزاره الحكامه، ودرنا اجتماعات كثيره ووعدونا بان غادي يكون يعني تكون مراجعه ديال هامش الربح، وكاين بالتدخل حتى ديال وزاره الداخليه لان كتبقى دائما هي المسؤوله على التموين. وهذا تيقولوا لنا بان راه غادي يكون، ولكن للاسف دابا هادشي حنا راه اخر زياده اللي كانت يعني في 2016، ولكن زياده هزيله بزاف، حيث 50 درهم في الطن ما يعادل واحد 50 فرانك ولا 60 فرانك في القرعه، ما دايره والو، وخصوصا هاد الزيادات الاخيره، حيث البنو اللي انا كنت قمت بواحد الدراسه، كاينين امور اللي تزادت 200%، كاين امور اللي تزادت 300%، والطامه الكبرى هي الغازوال، لان هي ماده اساسيه في الحرفه ديالنا. الا ما كانش الغازوال ما يمكنش تخدم. بعدهم ملي كتجي كتاخذو كتلقاه كيدي 30 35، اليوم راه وصل ل 40 50% من داك الهامش ديال الربح ديالك. ملي كيبقى لك هذيك ال 50% اخرى كيدي منها المستخدمين واحد 30 40، واش 10 هي باش غدير الاصلاح، باش غدير التامين، باش تخلص الضرائب، باش تخلص الكرا ديال المستودع، الاصلاح. هذه امور كلها اللي الناس خصها ترد لها البال، لان كان اليوم انا شي تنقولوا عندي مراسلات اللي كتثبت هذا الشيء، بان الحرفه راه غاديه للافلاس. يعني كنرفع القبعه للموزعين والخدامه اللي معنا، والدليل على هذا هو فين ما سولوا في شي قنت ما تيكونش فيه خصاص. الان رمضان هو على الابواب، راه يعني تندير كيف تيقولوا كنديروا في الجهدين باش نوصلوا القنينه لاي محل، لاي مواطن، باش ما يكون حتى مشكل، وبالثمن المعقول، باش ما يكون لا احتكار ولا سبيكولاسيون ولا هادي. كنحاولوا ما امكن باش ما نوصلوش هذا الشيء. خص يعني المسؤولين ينظروا لهذا الشيء ويراجعوا الهامش ديال الربح في واحد الوقت، لان دابا هذا انا اللي كنخاف منه، وهو غتكون واحد الهجره جماعيه ديال الموزعين، ماشي يعني صراء ولا هذا. تغلبوا الناس، تغلبات.